Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآن سنشرح لكم عن الموضوع الكناية. الكناية هي من أساليب بلاغة في اللغة العربية، تستخدم للتعبير عن معنى غير مصرح به من خلال ألفاظ تدل عليه بطريق غير مباشر، وهي تدل على ذكاء المتكلم ودقة تعبيره، وتضفي جمالا على الكلام. وسنقدم في هذا الأوضوع نبذة عن مفهوم الكناية، أنواعه، وأمثلة عليها من القرآن الكريم والشعر. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Anauddin bin Saiful Zabar. تعريف الكناية في لغة وتعبير عن الشيء بلفظ غير الصارح، أي تقول شيئا وتريد غيره، وهي عكس تصريح ومصارحة. والشرع لهذا التعريف هو يستعمل المتكلم لفظا له معنى ظاهر، ولكنه يراد معنى الآخر غير الصارح، يفهم من السياق أو من العرف. وفي اصطلاحان، لفظ أريد به لازم معناه وضعي مع جواز إرادة المعنى نفسه مع لازمه. الشرح لاصطلاح واللفظ يبقى على معناه الأصلي، ولكن يستعمل لدلالة على معنى مراد غير الصارح، وهو ما يسمى لازم معنى الوضعي. الفرق بين الكناية والمجاز. الكناية هو يجوز فيها الجمع بين المعنى الأصلي والمعنى الملازم. أي الكناية تحتمل المعنى الحقيقي والمعنى الخفي، لا توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. المثال: رجل طويل اليد، قد يفهم أن يده طويلة فعلا، أو أنه يسرق، ومعنى الخفي. والمجاز لا يجوز المعنى الأصلي، لأن هناك قرينة تمنع من ذلك. أي المجاز لا يمكن أن يراد منه المعنى الحقيقي، لأن هناك قرينة لفظية أو معنوية تمنع فهم الحرفي. مثالا: ابتلع الكتاب، ولا يمكن أن نفهم المعنى الحرفي، بل المعنى المجازي قرأه بسرعة وبتلهف. وبعد ذلك كناية عن الصفة. كناية عن الصفة تكون بذكر موصوف دون ذكر الصفة مباشرة، بل إشارة إليها ما يدل عليها. تعد هذه القاعدة هي الأساس في كناية الصفة، وقد وردت في نص بوضوح، حيث قيل: كناية عن الصفة وتعريف كناية الصفة بذكر موصوف ملفوظا أو ملحوظا من سياق كلام. الكناية تعتمد على تصريح الموصوف، بينما تحذف الصفة وتكتفي بما يدل عليها ضمنا. الثاني، الغرض من الكناية إيصال معنى دون تصريح بصفة، ويكون ذلك أبلغ في التأثير. يحذف متكلم بالكناية إلى أصل المعنى بطريق غير مباشر، مما يضفي على كلام قوة
تأثيرية أكبر. وقد أشار الناس إلى هذا معنى في قوله وفي هذه الحال تكون صفة غير مذكورة وهي غاية كناية. فعندما تصريح بصفة يجعل المتلقي يعمل الفكرة في فهم مراد مما يرسخ المعنى في نفسه بطريقة أبلغ من التصريح مباشر. وأمثل آخر الكناية تحمل في طياتها فن تصويريا بديعا يعكس قدره المتكلم على الإيحاء والإبداع. الكناية ليست مجرد وسيلة لغوية بل هي فن تعبيري يصور المعنى بطريقة خيالية مبدوعة. وقد ورد في الناس هذا المعنى بوضوح حيث قيل فالتفت البليغ بطريقة فنية أشبه ما تكون بما يسمى برسم الكاريكاتوري. إلى هذا عدو من المرء واجعله موضوع اهتمامه وتصويره. والمتكلم لا يذكر الصفة بشكل مباشر بل يرسمها في ذهن متلقي من خلال صورة عكسية أو مجازية مما يدل على براعة في التعبير ومحبة في تصوير إبهار. وهذا ما يضاف على كناية جمالا بلاغيا وعمقا دلاليا. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Qayyum bin Muhammad Zamri. Rakam Talib 07 6 2 8 4. إن شاء الله اليوم أنا سنشرح عن الموضوع الكناية عن الموصوف. الأول تعريف كناية عن الموصوف هي أسلوب غير مباشرة لا نذكر الشيء صراحة بل نلمح إليه بوصف أو صفة يعرفها السامع أو لا نذكر صراحة من المقصود يعني شخصا أو شيئا ولكن نقدم وصفا أو صفة لا تليق إلا به فيفهم السامع من المقصود من خلال هذه الصفة أو جمل أسهل للفهم. نحن لا نقول اسم شخص أو شيء مباشرة لكن نعطي صفة خاصة به فيفهم السامع من نقاصد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana Solihuddin Al-Ayyubi bin Azmi. Ana min Diplom Lughatul Arabiyyah wal Adab. Uridu rukm tullab 0 7 5 8 2 7. Uridu an ashrah lakum an kinayah an nisbah. Ma huwa kinayah an nisbah? هي أن نذكر الصفة والموصوف ولكن ننسب الصفة إلى شيء متعلق بالموصوف لا إلى الموصول نفسه بخلاف الكنايتين السابقتين حيث نخفي الصفة أو الموصوف. كما يعرف أيضا هي التي يراد بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه أو بعبارة أخرى يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف. هذا فقط مني. وبعد ذلك الكناية عن الصفة من القرآن الكريم ومثله قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مقصورا. سورة إسراء. وحيث يستعمل الناس يدك معلولة كناية عن الشر والبخل كما يستعمل الناس تبسطها كل البسط كناية عن النبذ والإسراف. ذلك مثال كناية عن الموصوف في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Surah Al-Baqarah Al-Ayah 178. Bima'na fil ayatil Quran hunna zawjatukum libasul lakum wa antum libasul lahun. Kinayah mausuf fil ayah, al-maqsud az-zawj waz-zawjah alladhi dhukira faqat al-libas. Sifatul libas al-himayah was-satar waz-zinah wal-qarbu tusawiru al-alaqah baina az-zawjain. وأخيرا كناية عن الصفة من الشاعر. قالت خنساء في أخيها صخر طويل النجاة رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتاء. فالخنساء تصف أخاها بثلاث صفات: طويل النجاة ورفيع العماد وكثير الرماد. فطويل النجاة وهي حماء السيف يستلزم طويل القامة، ورفعه عماد تستلزم الشهرة والحسب والزعامة، لأن بيت زعماء يدخله الناس راكبون وراجلون فيستلزم أن يكون بابهم علي. ومن ثم فأصحابه متصفون بصفة زعامة وكثرة رماد تستلزم كثرة طبقة، وكثرة طبقة تستلزم كثير الأكلين، وكثرة الأكلين تستلزم كثرة ضيوف، وكثرة ضيوف تلزم الكرم. فسخر إذا رجل كريم إضافة إلى زعامة وطويل قوامه. شكرا. مثال الكناية عن الموصوف في الشعر الثاني: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. الترجمة: لا تسقني ماء الحياة مع الذل بل اسقني كأس الحنظل مع العز. كناية الموصوف الذي ذكر ماء الحياة وكأس الحنظل. الموصوف في الشعر الحياة مع الذل والموت مع العز لأنها كونها كناية. الشاعر استخدم الرموز والتعابير المجازية بدلا من التصريح بالحياة الذليلة والموت الكريم، فعبر عن ذلك بألفاظ توحي بالمعنى دون ذكره مباشرة. طيب، ما هو الخلاصة في موضوع الكناية؟ الكناية وأسلوب البلاغي يعبر به عن المعنى بلفظ غير صريح، تضفي على الكلام جمالا وأدبا، وتعبر عن المعاني بلطف وذكاء. إتقانها يساعد الطالب على فهم البلاغة وتحسين مهارة التعبير. هذا فقط من خلاصة الكناية. السلام عليكم.